مساء الخير، معاكم مهندس مصطفى من شركة دوت ستار. هنتعلم النهاردة ازاي ندخل بيانات الشركة بتاعتنا وندخل بيانات الفرع. ندخل لينك النسخة بتاعتنا وبعد كده اليوزر وبعد كده الباسورد، نعمل دخول إلى النظام. أول حاجة عندنا فوق الإدارة، بدخل على الإدارة وبعد كده بدخل على الشركة، بكتب اسم الشركة، بدخل اسم الشركة هنا. تمام. بعد كده رقم السجل التجاري والعنوان والرقم الضريبي. البيانات دي مش ريكوايرد، ممكن أدخلها وممكن ما أدخلهاش. تمام. وبعد كده بعمل تشوز فايل، بختار اللوجو بتاعي. ده كده بيانات الشركة. بعد كده بخش على الفروع، بكتب اسم الفرع، مثلا زي فرع أسيوط. بكتب اسم الفرع، بكتب العنوان بتاعه والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والتليفون. البيانات بتاعة الفرع بحيث إن هي بتظهر في الفاتورة. تمام. كده بدخل بربط حسابات الفرع، حساب الصندوق، بختار مثلا خزنة محمد سعيد، والبنك بختار البنك اللي أنا عايز أربطه بالفرع، بنك الحاج عمرو مثلا. بعد كده حساب المشتريات، بربط حسابات الفرع. تمام. بربط كل الحسابات بتاعتي، حساب المبيعات وحساب مرتجع المبيعات وحساب التسوية، حساب مصروفات التصنيع. تمام. وحساب الأرباح والخسائر، الخصم المكتسب، وحساب الخصم المسموح به. تمام. واقدر من فوق برضو هنا اضيف اللوجو بتاعي، بضيف اللوجو بتاعه عشان يظهر في الفاتورة، بضيفه من خلال الفرع. تمام. بعمل تشوز فايل من هنا، واللوجو بيكون عندي على الديسك توب طبعا، بختاره وبعمل سيف. تمام. واقدر برضو اربط اكتر من خزنة على نفس الفرع من خلال النقطة دي كده. بختار مثلا خزنة تانية، ممكن احط في الفرع اكتر من خزنة وبضغط عليها نعم. نعم. ومعامل حفظ. تمام. كده انا ربطت في الفرع ده اكتر من خزنة ومعامل حفظ. وكده نكون عرفنا ازاي ندخل بيانات الشركة وندخل بيانات الفرع. شكرا لكم.